قاعد محتار دلوقتي لاني صورت يعني فيديو او فيديوهين بخصوص التعامل مع الصعوبات والازمات. يعني كان في عنوان فيديو كده: كيف تستمتع بحياتك رغم الصعوبات. ده اتسجل قبل الحاجات اللي حصلت مع الدولار والاسعار والحاجات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت دي. فالحقيقة بقيت متردد وبقيت خايف جدا ان انا يعني مش عارف لو نشرت الفيديو في التوقيت ده ممكن للاسف الشديد يساء فهمه، ويتاخد في حتة اللي هي المقولة بتلخصها: اذا لم تستطيع ان تقاوم فحاول ان تستمتع يعني. وده شيء يعني ده شيء صعب جدا إن يحصل خلط ما بين الفكرتين. فكرة ان انت ما تسمحش للمشاكل انها تفسد عليك حياتك كلها، وفكرة ان انت خلاص بقى يعني انت مش هتستطيع ان تقاوم فحاول تستمتع. فبصراحة محتار حيرة كبيرة قوي قوي يعني. صوت مزعج بالليل. اوكي، انا الحقيقة يعني ايه، اظن ان انا كده كده لازم انزل الفيديو ده، لان الموضوع بصراحة يعني ما هواش كان بخصوص حاجة معينة. كان المفروض موضوع عام اتكلم عن الازمات والصعوبات والحاجات دي بشكل عام يعني. بس اتمنى رد الفعل ما يكونش يعني مركز قوي بخصوص موضوع الدولار والحاجات دي. اوكي. الشيء الشيء الغريب برضو ان انا بالفعل كان المفروض اصور النهارده فيديو عن هنعمل ايه مع سعادة البي. عن سعادة البي هنا هو الدولار واللي بيحصل دلوقتي وزيادة الاسعار والحوارات دي كلها. وبصراحة يعني حاجات كتير قوي عايز اقولها في الفيديو ده، بس هحاول قدر الامكان اتعامل معاها يعني ايه بدقة الجراح، عشان انا عارف ان الموضوع ده برضو سنسيتيف. والحقيقة في جملة في الانجليزي بيقول I hate to say I told you so. يعني انا مش عايز اقول ان انا قلت لك قبل كده قبل ما الموضوع ده يحصل. حاول قدر الامكان مش عارف يكون ليك دخل بشكل ما بره، يعني من بره يعني بعملة تانية وبتاع. ان شاء الله في الفيديو ده ما هواش جلد ولا هواش تأنيب، ولكنه يمكن حل كده في كبسولة لأي شخص حتى ما كانش مهتم بالموضوع ده فيما قبل، ومسيستم حياته على انه اوكي انا بشتغل في حاجه معينه مديها كل وقتي وبيجي لي مرتب بيكفيني. دلوقتي الموضوع زنق والدنيا بقت صعبه جدا، فحاول قدر الامكان ادي في كبسوله كده فيها اكشنبل ستيب او خطوات عمليه تعمل ايه. يعني ايه اللي ممكن تعمله دلوقتي وهو مش هيؤتي ثماره دلوقتي يعني، ولكن ممكن تقعد من 4 ل6 شهور على ما ان الموضوع يبدا يشتغل معاك، او ان انت تبدا يدخلك اول دولار من عملك الحر على الانترنت والكلام ده كله. آه ولكن بما اننا في الشتاء يعني فما لحقتش اصور. فالمكتب بتاعي زي ما هو واضح كده كركبة السنين، فحاول قدر الامكان ان انا ايه يعني ارتبه. وانا كنت مخطط ان انا يعني احاول اتكلم معاكم كده دردش معاكم وانا برتب المكتب، ولكن خلينا خلينا ندردش. واو. اوكي. هو الحقيقة يعني انا كان المفروض اظبط السيت اب واحط الكاميرا اللي بصور بيها دي هنا. ف واو، انا محتاج انام. انا كان المفروض انام من شويه، فقلت ان انا ايه اجهز المكتب بحيث ان انا بكره ابقى على التسجيل على طول. بس على كل خلينا نظبط شويه كده في المكتب ونخلي الكاميرا دي للاخر، يعني خلينا مع بعض شويتين حلوين. عارف انت البتوع دول يعني بيشجعوا الناس اللي هو بيحب يذكر ربنا عدد معين يعني، او اللي يقول اذكر الصباح والمساء. صراحة اللي اجمد منها بكتير هي اللي فيها تحس انها سبحة وفيها عداد برضو ديت. سيب لكم شكلها هنا. دخلت على امازون، بصراحة كل الحاجات اللي شفتها تقييماتها سيئة جدا. تقييماتها سيئة جدا 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 يعني. تعالى بس انزل كده شوية. الحقيقة يا صاحبي يعني ايه احيانا اه احيانا التنظيف يكون مجرد ان انت بتشيل الكركبه وترميها في حته تانية. يعني فكره الترتيب او التنظيم التمام ده ما هواش اقوى حاجه عندي. it's not my strongest suit كما يقول الافرنج. ف ده بالنسبه لي كويس جدا يعني. شوفوا يا جماعه يعني في ترتيب وتنظيم احسن من كده، سيت اب زي الفل يعني.
اوكي، كامبلي نزلوا مصر الحمد لله، وعاملين خاصيه ممتازه جدا اظن انها هتفرق مع ناس كتير، وهي فكره كامبلي جروبز. ان انت مش هتخش مع لوحدك مع مدرس وتدفع مبلغ غالي، لا انت بتخش جروب مكون من ثلاثة او انت وثلاثة، وبقى سعر اقل بكتير جدا من فكره 1 اون 1. فاظن هتبقى فرصه ممتازه جدا، وربما تخش في الجروب وانت الوحيد اللي تحضر يعني، فتبقى 1 اون 1 وبسعر رخيص جدا، يعني 100 110 جنيه في الساعه، مع مدرس نيتيف سبيكرز، لغته الام هي اللغه الانجليزيه. ده شيء رائع. ودي السيت اب اللي انا عاملها علشان اسجل التجربه. خليني اوريكم. اوكي، الايفون اللي انا بسجل بيه هو اللي هيكون مكان التليفون ده، بس ده بس عشان التوضيح. دي الكاميرا اللي هتسجل التليفون ده، ودي الكاميرا اللي هتسجلني انا والتليفون في الميتنج، ودول المونيتورز اللي بشوف من خلالهم الكاميرات شايفه ايه، من غير ما كل شويه اقعد ابص ورا، ابص كده وابص كده. فدول بلمح كده بحس ان يعني بتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. وده الميكروفون اللي هياخد صوتي وهياخد صوت التسجيل، وفي نفس الوقت هكون بسجل السكرين بتاعت التليفون. يا طبعا مش مضطر اني اعمل ده كله، يعني فكره ان انا ممكن اسجل السكرين بتاع التليفون وخلاص، ولكن انا حابب ان انا القط التجربه بالكامل، حابب ان انا القط كل قدر يمكن لقطه او يمكن تسجيله من التجربه، بحيث ان انت تعيش الموضوع يعني. وده الفرق ما بين ان الواحد بيكون بيعمل حاجه هو حابب، وان واحد بيعمل حاجه وهو متضرر كده عشان هو المفروض يعملها. فاظن ده الفرق. يعني انا ذات نفسي يعني بقول لنفسي، هو انت بتكبر الموضوع ليه؟ احيانا يعني احيانا اقول لسه تكبر الموضوع ليه يا عم، وكاميرات، وكنت افكر في كاميرا ثالثه كمان تاخد زي تاني، بس يعني قلت انف انف يعني ايه. ده كده زي الفل قوي. انا بقالي 7 دقايق واخش الجروب مع كامبلي. يعني ان شاء الله تكون ميزه كويسه ومناسبه اكتر، خاصه مع يعني غلو الدولار والحاجات ديت. فهم عملوا برودكت خاص بمصر، وانا يعني مش عايز اقول لكم مبسوط قد ايه بالخطوه ديت، وان شاء الله ناس اكتر تجرب كامبلي وتشتغل على الانجليزي بتاعها، اللي هو ذا تول اوف تولز، اللي هي الاداه اللي بتتعلم من خلالها الادوات الباقيه يعني. ف خلينا نخش الميتنج. النهارده الجمعه كان المفروض ننزل فيديو، ولكن اتاخرنا لسبب خارج عن ارادتنا يعني. و يا الشتا ده اثبت لي فعلا ان لا يا جماعه، ده مش طبيعي اللي بيحصل في الشتاء ده. مش طبيعي يعني. انا لما بحب الصيف انا بتحرك كتير في الصيف، ما عنديش مشكله قوي مع الحر، نشيط، مش عارف بنجز كتير، بعرف اتنطط، بسافر باجي. في الشتاء لا، يعني في الشتاء احنا اتاخرنا كتير جدا، وايام كتيره الفيديو ما بينزلش الجمعه اللي هو على دروس اونلاين، يعني بينزل السبت، واللي هو مش مشكله كبيره، ولكن انا بحب التزم بصراحه يعني. بس في نفس الوقت لازم الواحد يكون مرن، خاصه لو الظروف دي خارجه عن ارادتك يعني. هتعمل ايه؟ هي زي ما بيقول الجماعه الامريكان shit happens، هي لازم تحصل مشاكل. على كل انا اشتريت البتاع ده، يا جميل قوي صراحه، حبيته، فوكس حبيته. بس هي البتاع دي ناشفه شويه، فكيته كده وقعدت العب فيه شويه. في طبعا اوبشن ان انا ممكن احط حته شحميه كده فتخلي الموضوع ده بيسلايد كده جميل، بس بصراحه انا حبيته اكتر من اللي بالتكتيك. فجميل ب 120 جنيه هنا. شايف ده يعني شاري من على امازون. اكيد لو اشتريته من محل هيكون ارخص بكتير جدا، يعني في ناس شاريها كانت ب 25 او ب 35 جنيه. آه بس جميل ولونه عاجبني بصراحة. و بتاع دي حلوة. فوكس فوكس يعني مش مهم. المهم ان انا يعني صورت البودكاست مع اخونا كيمياء، وبصراحة تجربة عظيمة. كيمياء تجربته في الحياة وتجربته في الشغل، وان الراجل مش مكسوف او مش بيهرب من فكرة ان هو كان شغال نقاش وبيحب النقاشة وعنده نظرة جمالية وكان بيكسب حلو جدا، وبعدين اشتغل في الترجمة، وبعدين سافر امريكا واشتغل في فريلانس، وبعدين رجع اشتغل في حاجات كتيرة قوي فعلا. يعني تجربة مختلفة جدا. وكيمياء من الناس اللي تحسه قلبه ابيض، مش تحسه، وده حقيقي، قلبه فعلا. يعني ايه، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او حديث قدسي ان في اناس افئدتهم كافئده الطير، فهو ده زيه يعني. انا بس فعلا ده نظرتي لاخويا كيمياء يعني.
فان شاء الله البودكاست ده هينزل يوم الجمعه اللي هي اللي بعد هينزل في ميعاده باذن الله، مش هيتاخر يعني، ان انا اللي بمنتج البودكاست، فده هيكون في ميعاده باذن الله. والفيديو اللي اتاخر هو اكيد انتم ممكن تكونوا اتفرجتوا عليه دلوقتي، ولكن عن هنعمل ايه مع سعاده البيت، مش عارف قلت لكم في بدايه الفلوج ده. فان شاء الله ربنا يخفف بس الباكلاش او النيجاتيف كومنتس. بس حقيقي يعني انا بتكلم بصدق، وبتكلم الكلام اللي هقوله لو لاخويا الصغير اللي هو مثلا في ثانويه عامه، بخلص ثانويه عامه في الكليه، او حتى شغال دلوقتي. فده الكلام اللي هقوله له يعني، بغض النظر عن اي حاجه. والله المستعان.